مرحبا بكم من جديد. 2021 لا تحتاج إلى تأشيرة ولا قنصلية ولا إجراءات ولا رصيد بنكي ولا أي شيء. يمكنك البدء من الإجراءات من الآن، ويمكنك زيارة عدد كبير من الدول الغنية جدا طبعا، والتي يجهلها معظم العرب. إذا في هذا الفيديو سنتطرق إلى الشرح والإجراءات وكيفية زيارة هذه الدول. إذا سنذهب مباشرة. كما ترون هنا لدينا العديد من الروابط. نحن الذي يهمنا هنا وهي الضغط على هذه الأيقونة وبعدها الضغط هنا. معظم الذين يضيعون الوقت ويطرحون الأسئلة هم من يسرقون الدقائق ولا يشاهد الفيديو كامل. كما ترون هنا لدينا مجموعة من جوازات السفر: جواز سفر مغربي، جزائري، تونسي، مصري، عراقي، يمني. كل الدول العربية توجد هنا ودول العالم. أنا الذي يهمني هنا وهو أنني أضغط على هذه الأيقونة. سأختار حرف التي. سنبدأ بتونس. تونس سنتطرق إليها الآن، وبعدها الجزائر والمغرب ودول أخرى بسرعة. إذا سأضغط على حرف التي لكي أتقدم للحصول على المعلومات الهامة وطريقة الهجرة أو الزيارة كسائح بدون أي تأشيرة. إذا عندما سنضغط على التي مباشرة سنبدأ الآن. إذا لا تحتاج لا قنصلية ولا إجراءات ولا ملف ولا رصيد بنكي. ما عليك هو وضع جواز سفرك هنا والمنطقة التي تريد أن تتوجه إليها، وبضغطة زر واحدة يعطيك كل المعلومات. إذا سنذهب مباشرة إلى الشرح والإجراءات وكيفية الحصول على فرص لزيارة دول مهمة جدا. إذا سنشرح كيفية الحصول على التأشيرة الغير لاصقة التي تمنحك بالمطار، وسأشرح الدول التي تعفيك أصلا من التأشيرة. التأشيرة اللاصقة سنشرحها بعد لحظات. هنا سنذهب مباشرة إلى جواز سفر المغربي. كما ترون جواز سفر المغربي يخول لك دخول إلى بعض الدول. تابع معي. الدول باللون الأخضر وهي الدول التي يمكنك الدخول إليها. باللون الأزرق وهي عندما تصل إلى المطار. تسمى بالتأشيرة الغير لاصقة، هي ورقة تقوم بملئها. سأشرح لك كيف. إذا تابع معي. سنبدأ بأول هذه الدول. إخواني أخواتي، بالنسبة للمغاربة توجد العديد من الدول. إذا سنبدأ الآن. أهم هذه الدول وهي بليز. بليز تمنح للمغاربة فيزا فري، يمكنك الدخول إليها 30 يوما. بليز لديها قانون كل شهر يمكنك تمديد الإقامة أو هذه التأشيرة. إذا بليز 30 يوما يمكنك الدخول إليها. تابع معي المفاجأة السارة وبعدها سننطلق إلى دول أخرى. تابع معي. سننزل إلى هنا. سنجد مدغشقر 90 يوما. تابع معي المفاجأة سنتكلم عنها بعد لحظات. إذا سننزل إلى هنا إخواني أخواتي. سنزيد السيشل. السيشل 90 يوما بدون تأشيرة. عندما تصل تحصل على التأشيرة ورقة فيزا غير لاصقة، تحصل عليها بالمطار، تقوم بملئها وتقديمها إلى شرطة المطارات، تمنحك 90 يوما. إذا سآتي إلى هنا. سأجد السورينام. السورينام بالنسبة للمغاربة عند الوصول. سآتي إلى هنا بكل سهولة. سأجد تيفالو، فهي 30 يوما عند الوصول. سأشرح لك كيف. وبعدها تجد دول عديدة كما ترون. وسان فانسون 30 يوما. سان فانسون بالنسبة للمغاربة 30 يوما فيزا فري، يمكن أن يصل إلى هناك فيزا فري. سنذهب مباشرة كما تعرفنا على السيشل. سنذهب مباشرة الآن إلى الجزائر، وبعدها سنشرح دول أخرى. تابع معي. بالنسبة إلى إخواننا الجزائريين تختلف الصورة كثير. إذا
قوة جواز السفر الجزائري يخول لك الآن، سأشرح لكم كيف. إذا سنضغط هنا يعطينا أهم هذه الدول التي يمكن الدخول إليها. كاب فيرد. كاب فيرد إخواني أخواتي فيزا عند الوصول، التأشيرة الغير لاصقة، تمنح في المطار، تملأها، تقدمها بالنسبة للجزائريين كما ترون، ويمكنك الدخول. كاب فيرد فوصول، تحصل على تأشيرة. تابع معي المفاجأة بالنسبة إلى الجزائريين. سأنزل إلى هنا إخواني أخواتي وسأجد المفاجأة السارة. إذن كذلك هناك مدغشقر 90 يوما. إذن والمالديف، جزر المالديف 30 يوما عند الوصول. وأنا شرحت ماذا تعني التأشيرة باللون الأخضر والتأشيرة باللون الأزرق. إذن سأنزل إلى هنا، تابع معي. سأنزل إلى هنا بكل سهولة، سأجد السيشل فهي 90 يوما، 90 يوما. وستجد سان فانسون 30 يوما فيزا فري، يمكنك الدخول. والسورينام كذلك. وبعدها ستجد تيفالي. بالنسبة لإخواننا التوانسة تختلف مرة أخرى عن الجميع. إذا سنبدأ الآن بالشرح لإخواننا التوانسة. التوانسة كذلك لديهم بليز. بليز شرحناها في أول هذا الفيديو وتكلمنا عن القانون الخاص بها. يتم تمديده كل شهر، تدفع مصاريف وتحصل على التجديد. إذن بليز فهي فيزا فري. كذلك إخواني أخواتي سننزل إلى هنا، سنجد كاب فيردي عند الوصول. كاب فيرد فهي عند الوصول. سننزل إلى هنا، سنجد دومينيكا كذلك. سننزل إلى هنا بكل سهولة كما ترون. سنجد مدغشقر كذلك 90 يوما، والمالديف 30 يوما فيزا غير لاصقة، فيزا تحصل عليها في المطار. وكذلك يمكن الإخوة يعني زيارة بعض الدول وهي السيشل كذلك 90 يوما تمنحها للتوانسة. وكذلك هناك جنوب إفريقيا 90 يوما فيزا فري كما ترون. وكذلك سان فانسون 30 يوما، والسورينام عند الوصول، وتوفالي كذلك 30 يوما. هذه هي إخواني أخواتي كيفية تعلم أن جواز سفرك قوي. هناك دول عديدة يجهلها الكثير فإنها بدون تأشيرة، ولا تحتاج لا قنصليات ولا أي شيء. ما عليك هو مشاهدة هذا الفيديو وتعلم الكثير. يمكنك البدء من الآن. طبعا هنا فيروس كورونا كوفيد 19، ولكن عندما تعود الأمور إلى طبيعتها يمكنك زيارة هذه المناطق. إذن إخواني أخواتي لا تنسون بدعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.